السلام عليكم يا إخوة. شوفوا إلى الشعراني، هذا الطبقات الكبرى للشعراني، لوافح الأنوار، المجلد رقم 2 صفحة 159. لمن أراد أن يتثبت بنفسه اكتب الطبقات الكبرى للشعراني لوافح الأنوار، المجلد رقم 2 الصفحة 159. محل الشاهد من كلامنا هو هذا الذي سوف ترونه. وكان يتكلم بالكلام الذي يستحي منه عرفا، يعني بلغة يتكلم بألفاظ سوقية، بلغة قبيحة، يعني كما يقولوا خوتنا الجزائرية يطيح في الهدرة، وحنا نقولوا يعني مخلطها كلها، فهمتني بالكلام الحسيلو. وخطب مرة عروسا فرآها فأعجبته فتعرى لها بحضرة أبيها، يعني خطب عروس فأعجبته، عندما رآها عجبته، نزع ملابسه كلها أمام أبيها، هي وأبيها، ونزع يعني ملابسها كلها، وقال انظري أنت الأخرى حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن أو فيه برص أو غير ذلك. ثم مسك ذكره. هذا هؤلاء هم شيوخ الأشاعرة والصوفية. وأنا عندي إن شاء الله يعني فيديوهات سوف أنشرها على شيخ الجنس السقوطي وليس السيوطي، كلام أكبر من هذا، والله سوف أنقله حرفيا ولن أستحي من نقله، ليعلم القوم ما في كتب هؤلاء يعني يعني الخبثاء. وقال انظري أنت الأخرى حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن أو فيه برص أو غير ذلك. ثم مسك ذكره، يعني هذا كل بحضرة بها يعني. ثم مسك ذكره وقال انظري هل يكفيك هذا، وإلا فربما تقولي هذا ذكره كبير لا أحتمله، أو يكون صغيرا لا يكفيك، فتقلقي مني وتطلبي زوجا أكبر آلة مني. والله المستعان. شفتوا يا إخوة، هؤلاء هم شيوخ الأشاعرة والصوفية. هذا الشعراني معروف، ولمن أراد التثبت يكتب الطبقات الكبرى للشعراني لوافح الأنوار، وهي فضائح الأشرار وليس لوافح الأنوار، المجلد رقم 2 الصفحة 159. يكتب على الجوجل أو يشتري الكتاب ويرى العجب العجاب. وكما قلت لكم سوف أنزل فيديوهات على قناتي على اليوتيوب وعلى حسابي هنا في تيك توك، وأنشر فيها كلام السقوطي كاملا بدون يعني والله بدون تحرج، لكي يعلم القوم أن هؤلاء يعني همهم فقط الفروش والكروش والقروش. والله المستعان.